بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حصاد الجولة العاشرة من الدوري المصري، سموحة بتكسب الإسماعيلية 2-0. هارد لك الإسماعيلية وأهالينا، الله يكون في عونهم في اللي جاي. مبروك لسموحة، 3 بونت غاليين. كابتن أحمد عبد العزيز ابن المنوفية محظوظ، المهندس فرج عامر بيه هيقعد في الدوري. البنك الاهلي بيخسر من بورسعيد 1-0، رغم ان بورسعيد كانت جايه له خسرانه 3 من بتروجيت، ورغم كده كابتن ايمن الرمادي والسكواد القوي جدا والصيت اللي واخده الرهيب من الناس ومن الاعلام المصري الرياضي ان هو اعظم مدرب يعني في مصر، خسر برضه من بورسعيد. وتصدر بورسعيد 3 بونت غاليين للكابتن نبيل الكوكي. اتمنى انه يعرف يقعد في المربع الذهبي، اذا قعد في المربع الذهبي بكل الامكانيات اللي موجوده في بورسعيد يبقى مدرب كويس، وانا اشك في ده. يعني الاتحاد بيكسب المقاولين. مبروك لاسكندريه واهالينا، دعموا الكابتن تامر مصطفى، هو قادر انه يقعد اسكندريه في الدوري. هارد لك المقاولين، خلاص المقاولين هبط بعد رحيل محمد مكي، خدوا عني الكلام ده انا قلته. الجونه بتكسب الجيش 1-0. مبروك كابتن مصطفى بيبو، 3 بونت غاليين بيساعدوك انك تقعد في الدوري السنه دي. الجيش انا كنت قلت قبل كده استمرار الكابتن هيثم شعبان رغم الجيش وهيبه الجيش وامكانياته واستقراره طبعا، والسكواد اللي موجود في الجيش سكواد مميز جدا، ولكن الكابتن هيثم شعبان اذا استمر لنهايه الموسم خدوا عني ده برضه. الجيش هيهبط. الزمالك بيتعادل مع المحله، ودي نتيجه يا جماعه ما الزملكاويه ما يزعلوش مني، مش عايزهم يزعلوا مني لما اقول لهم كده. النتيجه انا بشوفها نتيجه كويسه جدا ان الزمالك يتعادل مع المحله. عنده مدرب كبير الكابتن علاء عبد العال بيحاول دايما ما يخسرش. ليه انا بقول نتيجه كويسه والزملكاويه ما يزعلوش مني؟ لان طبعا لما تيجوا تبصوا للسكواد اللي كان بيلعب في المباراه ديت والناس اللي نزلت حتى بدل، هتلاقي الزمالك لاعب حوالي 7 أو 8 لاعبين جداد لسه جايين من شهر. يا جماعه الكلام ده مش موجود يا جماعه في الانديه الكبيره. الانديه الكبيره ما بتشتغلش كده يا جماعه. المدرب اللي بيجي في نادي كبير ما بيشتغلش كده. المدرب عشان يبقى مدرب وتقول عليه مدير فني في الانديه الكبيره، انا ببني على الناس اللي نجحت في الفرقه واللي عايشه في الفرقه بقالها سنين. مش معقول يبقى عندي لاعب زي الونش قعدوا الولد لسه جاي من اسبوع عشان الناس بتقول عليه لعيب كويس. مش معقول يبقى عندي لعيب يعني بيعمل حاجات لا علاقه لها بالكوره. الولد شيكو بينزا نجح جدا، ولد سريع جدا كجناح، استبعده بقى يحط. هو مش مدير فني. من زمان انا قلت الكلام دوت. الكلام ده ما ينفعش في الانديه الكبيره. الانديه الكبيره تغييرات اللعيبه كتيره كده، كتير قوي كده، ده مش صح. ده ما يعملش نجاح في الفرقه، بل يدخل اللعيبه كلها في تجارب، يبوظ اللعيبه كلها. تدخلاته ما مش عارف ده يلعب امتى، ده ينزل وانا غالب، ده ما ينزلش وانا متعادل. حاجات كتير جدا ومعطيات مختلفه كتيره جدا مع الانديه الكبيره لو بيدربها مدرب بيشتغل صح. الراجل ده ما بيشتغلش صح، وده انا كنت قلته للزملكاويه من قبل الدوري ما يبدا. والله اذا الزمالك جاب مدرب كويس يقدر يلم الفرقه، يوقف الفرقه، لان الزمالك طالع السنه اللي فاتت ما كانش بينافس على الدوري يا جماعه. الزمالك السنه اللي فاتت بعيد. الزمالك السنه اللي فاتت خد كاس مصر كده في الاخر مع كابتن ايمن عشان الناس تقول عليه مدرب يعني اكتر. لان فيستو مايلي كان غايب عن بيراميدز. خد السوبر من الاهلي الافريقي لانها مباراه وبضربات الجزاء، هو ربنا اراد يعني عشان الزملكاويه يفرحوا يعني. طبعا هارد لك، الله يكون في عون جمهور الزمالك في اللي جاي. انا قلقان عليهم طبعا، وكلام كتير بينقال وفيريرا هيمشي. طيب الشرط الجزائي والفلوس والنادي ما عندوش فلوس والكلام ده كله اللي بينقال في الاعلام وكده يعني. الله يكون في عون جمهور الزمالك. حتى الراجل ده حتى لو مشي هو خلاص الموسم يعتبر الزمالك فقد الدوري، ولكن ممكن لو مشي وجابوا مدرب زي ميكالي او كارتيرو ممكن يحافظ تاني ويرجع هيبه نادي الزمالك ويبني على فريق ينافس في الكونفدراليه، ينافس في البطولات الخفيفه زي السوبر زي الكاس زي مش عارف ايه. ولكن الدوري خلاص هو كده بنسبه 90% الزمالك بعد عن منافسات الدوري. والله اعلم القادم في ايه. يعني اللي انا عايز اقوله مبروك للاهلي طبعا. كسب الكهرباء. انا كنت قلت للناس الكهرباء هتعمل ماتش كويس، وعملت ماتش كويس فعلا. انها تبقى مغلوبه 3 وترجع 3-2، ولولا الفاول بتاع بن شرقي كان ممكن يبقى في امور. ولكن هو كتر خيره كابتن رضا بيشتغل صح. هارد لك كابتن رضا شحاته. طبعا النادي الاهلي بيكسب بسهوله لانه عنده النادي الاهلي عايش في نجاحات على طول وكده يعني. بيراميدز برضو بيلعب. الناس اللي بتقول ده ما بيلعبش، هو اقل ماتشين على فكره يا جماعه من النادي الاهلي. وبيلعب برضه، لعب ماتشات في الكونتيننتال ديت، ولعب ماتشين تهيالي، ولعب ماتشين كمان في بطوله افريقيا اللي هو الماتش الاولاني مع الجيش الرواندي. اللي انا عايز اقوله المنافسات كمان فاركو بتتعادل مع دجله دلوقتي. كمان انبي بيكسب الكابتن حمزه الجمل. انا كنت قلت لكم قبل كده الكابتن حمزه الجمل استمراره بنسبه كبيره ممكن يكون في السبعه الكبار اللي بينافسوا على الدوري يعني. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.